يا عراق انت وحتى ترابك نسجد لو ينباس، كل رجالك شرف وهمة وطيبة ونخوة وزود. أستاذ وهاج الربيعي، أهلا وسهلا بك. بداية حدثني عن وهاج الربيعي، من هو وهاج الربيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بكم في هذا اللقاء وأهلا وسهلا. وهاج الربيعي من مواليد 1983 كربلاء المقدسة حي الحسين، تنحدر أصولي من القبائل الهندية قرية أم رواية، من عشيرة الشحماني آل عبد الله الربيعي. تخرجت من كلية القانون من جامعة أهل البيت، عملت في مجال الإعلام حتى أصبحت رئيسا لتحرير وكالة العدالة الإخبارية، وخدمت الوطن أكثر من 20 سنة في مجال الإعلام. طيب أستاذ وهاج، ما هي المساعدات الإنسانية التي قدمتها إلى الأهالي والمحتاجين؟ نعم، طبعا قدمنا كل التسهيلات الإنسانية وكذلك مساعدة الفقراء، يعني ليس في كربلاء المقدسة فقط وإنما في بغداد باقي المحافظات، من خلال عملنا في مجال الإعلام والمحاماة، وكذلك عملت في عدة ورش تثقيف وورش توعية، وكذلك ساهمت في الدعم اللوجستي للحشد الشعبي والقوات الأمنية. طيب سمعنا بأن وهاج الربيعي تم ترشيحه ضمن ائتلاف الأسس العراقية، ما هو الشيء الذي دفعك للترشيح؟ سؤال جيد. طبعا لدي طموح سياسي في خدمة بلدي وأهلي في محافظة كربلاء المقدسة. كربلاء المقدسة فيها الإمام الحسين، الإمام الحسين إن شاء الله يوحدنا، وكربلاء هي في محط أنظار العالم أجمع لوجود الإمام الحسين. نعم. عليه أفضل الصلاة والسلام. نريد أن نخدم أهل كربلاء ونخدم الإمام الحسين. طبعا شاهدنا الوجوه السابقة لا تخدم الوطن، بل شاهدنا الفساد مستشري في كل مكان. الشيء الذي أدخلني وأنا أفكر في الترشيح لانتخابات مجلس محافظة كربلاء هي الدفاع عن الطبقات المظلومة، وكون شعاري مكافحة الفساد والتغيير. طيب ما هو البرنامج الذي وضعته، يعني وما هو هدف ترشيحك في مجالس المحافظات؟ يعني الحقيقة برنامجنا كبير، لكن احنا راح نختصركم اياه باختصار. نعم. أولا البرنامج الأول هو التعليم، الفكر الأساسي، لأن التعليم ينير مستقبل الأجيال ويثقف أجيال، ولا ننسى كلمة أجدادنا. نعم. في أنه الكتاب يكتب في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ في بغداد. نعم. ثانيا مجال الصحة، إن شاء الله سنساهم في بناء مستشفيات ومستوصفات مدعومة من قبل الحكومة، وكذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك لدينا طموح في أن تكون الكشف مجاني في المستشفيات إن شاء الله. والقضية الثالثة هي الخدمات ورصف الموجود في البنى التحتية وتحلية المياه وتحسين الكهرباء ودعم الفلاح العراقي. إن شاء الله. طيب أستاذ وهاج، ما هي القائمة التي تم ترشيحك عليها؟ نعم، القائمة التي تم الترشيح لها هي ائتلاف الأساس العراقي بقيادة نائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محسن المندلاوي، وجمع من القيادات منهم الأستاذ حسين عرب نائب الأول نائب في البرلمان، والأستاذ نعم. سلام الشمري، والسيد ذي الفقار ورئيس الهيئة السياسية في هذا الائتلاف. هذا الائتلاف طبعا ائتلاف ثتي، ائتلاف مدني وطني. نعم. يضم قيادات نزيهة يعني شاركت في العملية الانتخابية، وإن شاء الله سنقدم الخدمات للمواطنين في عموم العراق وبالخصوص كربلاء. إن شاء الله. طيب كلمة أخيرة لحضرتك أستاذ وهاج. طبعا الشكر والتقدير لجمهوري في الوقوف معي ودعمي في العملية الانتخابية، وسوف أوفي بعهدي معكم وألبي كل طلباتكم، وفي النهاية نشكركم جزيلا على هذا اللقاء. شكرا أستاذ، تشرفنا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحبتي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظروني في حلقة جديدة ووجه جديد من وجوه التغيير.